بالطريقه دي، وارجع اغير الاتجاه تاني وافرد على قد ما اقدر، لان كل ما تكون الرقه رقيقه معايا بتدي طعم حلو قوي في الفطير. فطيره باللحمه، فطيره بالجبنه مشلتته، اي حاجه. شايفين الشكل ده؟ ما شاء الله صور الصينيه حلو. شايفين الشكل الجميل ده؟ انا هكمل الرقات كلها بالطريقه اللي انتوا شايفينها ده، واوريكم احنا في الاخر شكل الفطيره عامل ازاي. كده يا حبايبي انا بعمل فطيره باللحمه. انا بحط بين كل رقه ورقه جبنه وسمنه وزبده، لازم. ما هو زي اللحمه رقه تحت واللحمه في النص وفوقها رقات، لا ده كل رقه ورقه بتحط نفس الوضع. انا عملت رقتين بنفس الوضع، جبنه وزبده. هوريكم كده رقه معايا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هفردها معاكم بالشكل ده، وبرده بقفل الجناب عشان اعرف افرد. وشايفين كل ما العجينه تكون حلوه ما شاء الله بتفرد معايا.